السلام البنات، كراكم ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو اليوم ان شاء الله غادي نديروا هاد كيكه الميلاد فاسون غاتو بريدجرتون. المهم البنات انا في هذا الفيديو سهلت ولا حاولت نسهل عليكم ونبسط لكم جميع المراحل باش تقدروا تخدموا غاتو كيما هذا. غادي تشوفوا معايا لا جينواز اللي درتها بقول شوكولا، كريمه شونتي ثاني هي بقول شوكولا. والحاجه المهمه كيفاش هذه الكريمه اللي زينت بها خرجت لي كيما هكا واقفه وشاده روحها، وخاصه اليدوي اللي خرجوا لي هاد الاشكال على الكاطو. وقبل ما نفوتوا لطريقه التحضير نقول لكم البنات ديروا ابوني للقناه، لايك للفيديو، بارطاجيوه الى عجبكم مع جميع الاصدقاء والاحباب، ونخليكم مع الفيديو ونقول لكم فرجه ممتعه. ودروك البنات نفوتوا نوجدوا لا جينواز اللي راني دايرتها شحال من خطره في القناه. المهم غادي نزيد ناكد على المقادير. عندي 6 تاع البيضات، في 180 غرام تاع السكر، 140 غرام تاع الفرينه، 40 غرام تاع كاكاو مر، عندي 2 ساشيات تاع هاد القهوه سريعه الذوبان، عندي نص مغرف تاع الملح، غادي نزيد 2 معالق كبار تاع الزيت. فوالا الحاجه الاولى اللي غادي نديرو نطلعوا البيض مع السكر حتى يولي لنا الخليط ابيض. دروك غادي نزيد 40 غرام تاع الكاكاو اللي غادي نغربلها، غادي نزيد هاد نص مغرف تاع الملح، غادي نزيد القهوه سريعه الذوبان، مغرف تاع الخماره ديال الكاطو، وبلا ما ننسى الزيت تاعي. الزيت نتاعي ردنا لا جينواز رطبه من الداخل، غادي دير 2 مغارف كبار. فوالا الخليط نتاعي راه واجد. فوالا دخلت فيه كامل هذيك الفرينه والكاكاو. كما قلت لكم انا اختاريت هذا المول تاع القلب. فوالا زيدته لداخل، درت شويه تاع الزيت فيه لداخل، وهذا البابي كويسون كنتي بالطرف نقصي بالطرف ونلصق. انا قصيت الطرف هنا لصقته وعاود من هذه الجهه وخرج لي كيما هكا. وهذاك لداخل قصيته بوحدو، هذاك القليب ثاني قصيته بوحدو. جيت طلعته شويه على المول لخاطر المول ماشي عالي بزاف وصغير بارابور الكونتيتي تاع الخليط تاعي. فوالا باش ميم لا جينواز تجينا شويه عاليه. غادي نحط هذا الخليط، هذوك لي بول داغ يخرجوا بهذا الشكل. ودربك نفوت نوجد الكريمه تاع الشوكولا اللي لازمها تبات ليله كامله باش غدوه تكون بارده مليح. انا غادي دروك ندوب هاد الشوكولا مع الكريمه 30% فوق النار، ندوبهم كامل ويلي تبات ليله باش تبرد غايه، باش غدوه نزيد عليها لا ماسكاربون ونطلعوها كريمه شونتيي باش تخرج لنا كريمه شونتيي بالشوكولا. عندي 400 غرام تاع شوكولا حليب، ودرت غير 100 غرام تاع الشوكولا السوداء. فوالا وانتي على حسب الحلاوه اللي تبغيها نقصي سواء من تاع الشوكولا وزيدي السوداء ولا العكس. فوالا انا كما قلت لكم عندي 500 غرام تاع الشوكولا، عليها 500 غرام تاع الكريمه السائله 30%. غادي نزيدها على هاد الشوكولا ونحطهم فوق النار يذوبوا. المهم غادي نخليها تبرد، نغطي عليها ونديرها في الفريغو تبات ليله كامله، وغدوه عاد نطلعوها كريمه شونتيي. هنايا البنات الكاناش تاعي، شوفوا كيفاش جمد، خاطر خليناه ليله برد غايه، ليله كامله برد غايه. عندي 500 غرام تاع الماسكاربون، وتقدروا تخدموا به كيما هكا كاناش، مي انا بان لي ما غاديش يقدني على بها. غادي نزيد له لا ماسكاربون. هذه هي اللي غادي نخليوها في السطح باش لاطاق نتاعنا تجي ملساء من الفوق. فوالا هذه غادي نخليوها للتالي. المهم البنات انا درت المول، درت فيه هاد البلاستيك كما راكم تشوفوا.
درت الجينواز الاولى. فوالا غادي دركشا غادي ندير. فوالا غادي نسقيها بالحليب والسكر. نسقيوها باش يجي لنا الكاطو رطب. عندي هاد لي بونبون تاع لو دان اللي طحنتهم وغادي نديرهم نزيدهم هنايا من الفوق. هادو اللي داخل مخدومين بالكراميل والشوكولا وغادي يعطيونا الكروستيون هاد الكاطو. نحطوه شويه باش يجي كورمون. غادي نزيد الكراميل. كملت الكاطويه تاعي ودروك غادي ندخلها للفريغو تاع الغدوه ان شاء الله ونزينوها. هلاك الكاطو يبات ليله كامله باش يشد روحو، سينو ما يجيش ما يشدلكمش. فوالا. وهنايا البنات غادي نوري لكم الكميات اللي غادي نحتاجها للكريمه اللي زينت بها الكاطو وكيفاش تخرج لي هذيك الكريمه شاده روحها، باش نيفيتي ندير هذيك كريمه الزبده ولا لا باتا سكر. انا ما يعجبونيش هاد الكريمات فوق الكاطو، لا خاطر جينيرالمون ما ينتكلوش، ينتكل غير الوسط تاع الكاطو والباقي يرتمى. فوالا اش غادي تحتاجي قابسه تاع 500 غرام تاع لا ماسكاربون اللي غادي تزيدي عليها غير 30 سنتيلتر تاع الكريمه السائله مواد دسمه. قابسه صغيره و3 مغارف تاع السكر كبار، ويبقى السكر حسب الذوق. وزدت هنا لو كولورون اليمونتير على حسب اللون اللي باغياته. شوفوا كيفاش غادي تخرج شاده روحها. بالنسبه للكريمه انا درتها في لي بوشادوي، رديتها للفريغو بلا ما غادي نوجد الكاطون نقلع عليه السيلوفان البلاستيك. وهنا غادي نعطيكم ملاحظه بالنسبه للكريمه اللي زينت بها اللون ابيض، قلعيها قبل كاع ما ديري الملون الغذائي. هنا البنات غادي نسرع لكم شويه الفيديو لخاطر يجيني طويل، وغادي نخليكم مع الصور اللي غادي تشوفوا فيها كامل المراحل اللي زينت فيها هذا الكاطو. تاني غادي تشوفوا على الشاشه. راني نخلي لكم النوع تاع لي دوي اللي استعملتهم باش خرجت كامل هذوك الاشكال اللي زينت بهم الكاطو. بالنسبه لي زيكسيسوار اللي غادي تشوفوهم تاني في الفيديو، كاع هذوك لي بونبون لي فلور هذوك الحاشيات اللي زينت بهم تاني، هذاك التاج الصغير اللي زينت به الكاطو كامل كومونديتهم من شيئين. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع هاد الصور، نخليكم مع الفيديو ونقول لكم فرجه ممتعه. Tu les mets partout? لا ما نديرهمش بارتو.
باش تشوفوا لي ديتاي. المهم البنات انا وصلت لاخر الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتم كامل النصائح اللي عطيتها لكم. ما بقى لي نقول لكم غير تبقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله. سلام.